السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد عن تربية الطيور والبط والحمام البلدي. دايما تدعمونا باللايك والشير عشان يكلكم أي جديد. النهاردة بكلمكم عن الفراخ البلدي اللي حضرتك بتربيها في البيت. طبعا أنا عندي أحجام مختلفة بسبب إن أنا بيجيلي كل فترة يطلع لي 10-15 كتكوت، فبيبقى كل فترة يجيلي أحجام مختلفة. فأنا بقى اللي بيكبر ويتكتم عن العلف بسيبه مع العيلة بقى يتعايش معاهم، وعادي بيبقى جميل ويتعايش معاهم، مفيش أي مشكلة في أي حاجة. حاجة جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الديك بيعمل صوت خايف على فراخه، هو المسؤول هنا، هو المسؤول عنهم، فطبعا عائلة وخايف على عيلته، ده طبيعي، فهو كده بيهدد يعني، خايف على عيلته وده من حقه. الفراخ البلدي بتدعمك بالزيت وتدعمك بالفراخ اللي بتطلع لك صغيرة، فبتعملك مشروعك سواء بالبيض، مشروع البيض أو مشروع إن أنت تنتجي فراخ صغيرة وبتملي بيتك بقى، تملي بيتك بالخير طالما أنت حابة ده وعندك مكان. ادعمونا باللايك والشير عشان يكتبوا أي جديد، وأي استفسار في التعليقات، واحنا هندعمكم بأي استفسار وأي معلومة محتاجينها احنا معاكم.